فيلم جديد نزل في السينما اسمه فيلم الملحد، وفكرة الفيلم عن شاب ابن شيخ سلفي، وكان ابوه بيعذبه من وهو صغير في حفظ القرآن وكتب الحديث الست. فالشاب ده كبر وتعقد وكره الدين وبقى مشتت في الحياة، لحد ما اتعرف على واحد صاحبه اسلامي وسطي معتدل بيزني وبيعمل معاصي وبيشرب خمور، وعلمه ان الدين يسر ومش عسر. ما هو فعلا الدين الاسلامي يسر ومش عسر، بس مش اليسر اللي انت فاكره كده يا استاذ. والفيلم بيقفل على كده، والمطلوب من شبابنا انهم يقلدوا الفيلم ده، انهم يقلدوا احمد حاتم اللي هو قايم بدور الملحد في الفيلم ده. الفنان الراحل مصطفى درويش رفض المشاركه في الفيلم ده، الله يرحمه، كان عنده مبدأ. انما عادي محمود حميدة يعمل دور شيخ سلفي متحجر الافكار، واحمد حاتم يعمل دور ملحد، هما مش هياخدوا فلوس؟ يبقى طز في اي مبادئ. وطبعا الفيلم من تأليف ابراهيم عيسى اللي معروف انه بيهاجم دايما الدين الاسلامي وافكاره. والفيلم ده اكيد هيتعمل له دعايه ضخمه، لان المنتج احمد السبكي من اكتر الناس اللي انتجت افلام شوهت المجتمع المصري، سواء من نشر البلطجه ودلوقتي نشر الالحاد في مصر. ومش بس كده، دي خطه معموله لنشر الالحاد في الدول العربيه ونشر المثاليه والاعتراف بيها. الفيلم ده لو الناس ما قطعتش تذاكر وراحت اتفرجت عليه في السينما هيفشل ومش هتتكرر التجربه دي تاني. يا ريت كل الناس تقاطع اي عمل درامي او سينمائي بيهاجم الدين او بيشوه المجتمع المصري. بلاش تقطع تذكره سينما عشان تشوف عمل بيهاجم دينك وبيشوهه، خلوهم يخسروا ثمن انتاج الفيلم. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده، واستنوني في فيديوهات تانية كتير، ودايما خليك مع صلاح.